صباح النور، صباح الخير. كي حبيباتي، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، واموركم واحوالكم كلها طيبه وبصحه جيده يا ربي. الله يرزقكم الصبر ويرزقكم الصحه والسلامه، ويعطي وليداتكم صحيحه ويخليهم لكم يا ربي. وحتى نتوما الله يخليكم ليهم، لان بكم نتوما كتكونوا الوليدات. الا ما كنتوش نتوما يا امهات راه ما كاينش الوليدات اللي غادي يكون بهم. فهذا الفيديو هذا خصيصا درتو على وليدات الصغار. الوليدات الصغار ملي كيمرضوا لينا وملي كيعياو لينا وملي كيتعبوا لينا من الدراسه وملي كيتعبوا لينا بزاف ديال الحوايج، يعني بزاف د الحوايج كيتخلطوا عليهم، ففريمون كيحسوا بواحد التعب، واحد الرغبه في واحد الفتره اللي خاصهم يرتاحوا فيها. واخا ما كتكونش العطله واخا، ولكن راه ملي كيمرضوا كتولي هذيك الفتره هي ديال الراحه، هي اللي خاصنا نعتنيو بهم ونعرفوا شنو بهم. فانا مكذبش عليكم، بزاف ديال الخطرات اللي كان عندي الشك، وعندي الشك واحد الاحتمال لان بنتي عندها مثلا واحد النقص في شي فيتامين. حيت اول حاجه كنت دائما فيما كنمشط لها شعرها كيطيح لها الشعير ديالها بزاف، وكنت كنسقسي بزاف ديال الامهات كنقول لهم زعما واش نتوما وليداتكم كيطيح لهم الشعر؟ كيقولوا لي عادي، فتره ديال الخريف راه دائما كيطيح فيها الشعر، ولكن انا قبل الخريف ومن مور الخريف والشعر مازال كيطيح ليها. فجاتني شي حاجه اللي هي غريبه وما بغاش العقل ديالي يستوعبها، فقلت ضروري واكيد غادي نديهم لشي طبيب اللي غنديها ديال البيدياتر دي اطفال باش نعرف شنو المشكله اللي عند بنتي. يعني ما بغيتش نبقى غادا في واحد العالم اللي هو كما كنقولوا عالم غفلون. قلت خصي ضروري نعرف شنو عندها، يعني باش غادي نعرف شنو عندها اللي هي الطبيبه اللي غادي تقول لي شنو. فما ترددتش في هذه المساله هذه، وهزيت بنتي اكيد وغادي نديها البيدياتر. فريمون لي انا هنايا في تطوان ما كنعرفش الاطباء بزاف، ما كنعرفش بزاف ديال الحوايج. اغلبيه ديال ملي كانت كيمرضوا ليا وليداتي ولا ملي كنمرض انا ولا في فتره الولاده ولا دائما كنكونوا في قنيطره. دونك هنايا يعني في مدينه ديال تطوان ما كنعرفش بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله يعني من انني سولت وعرفت. فكنشكر كوثر اللي هي نعتت لي واحد كي تمشي لهاد لابارتمون هادي، راه كاينين فيها بزاف ديال الاطباء. لان كانت بنتي خاصني نديها بزاف ديال، كان خاصها طبيب ديال الجلد، كان خاصها بيدياتر باش نعرف شنو عندها، حيت الشعر كيطيح دونك خاصنا نعرفوا شنو المشكله ديالو. صافي، فاول حاجه كنت ديتها لواحد الطبيب ديال الجلد اللي هو اول حاجه كاين في هذيك لابارتمون. اول حاجه البنات اللي غادي نعرفكم عليه، هذيك لابارتمون راها جايه بالناس اللي ساكنين في تطوان، جايه اون فاس القهوه نولا. قهوه نولا راها باينه في تطوان، راها معروفه في شارع داوود. في ديك لابارتمون هذيك راه كاين فيها الطبيب ديال الجلد، كاين البيدياتر، وكاين مركز ديال التحاليل ديال الدم. دونك انا غادي نخلي لكم كاملين لي كارت فيزيت ديالهم هنايا، وغادي نخلي لكم يعني العنوان ديالهم، لي نيميرو ديال التليفون ديالهم. صراحه الله، فاول مره كنمشي عندهم، انا ما كنقولش لكم مشيت وعاودت ولا مشيت وعاودت، لا البنات، هذه اول مره كنمشي عندهم. الصراحه الاستقبال تبارك الله عليهم، المعامله تبارك الله عليهم. وما يكذبش عليكم، انا اي طبيب اللي كيخرج التحاليل فكنقول له هذا هو الطب اللي هو الطب، يعني ماشي غير كيجي وكيعطيك الدواء غير هكاك، هو ما عارفش حتى المرض شنو هو ولا ما عارف حتى شنو عندهم. لا، انا هاد القضيه هذه ما كنتش باغاها فعلا، انا كنت باغا التحاليل، يعني كنت باغا شي طبيب ولا طبيبه اللي يعطيني التحاليل باش نعرف بنتي شنو عندها. فهاد النقطه هذه فريمون اللي لقيتها اللي هي زوينه بزاف. لا سواء لا كانت الطب ديال الجلد ولا كانت الدكتوره ديال البيدياتر، عطاوني بجوج من التحاليل. فدرت لي من التحاليل ديال الجلد، فصدق لقيت عندها واحد الحساسيه ديال الحيوانات. دونك خاصها ضروري تبعد كل ما امكن من الحيوانات، سواء كان القطط ولا الكلاب ولا الفراخ ولا المهم جميع الحيوانات، انها تكون عندها واحد الكامل البعد من عندهم. وبالنسبه للبيدياتر اللي دوزت ليا حتى هي خرجت لي بزاف ديال التحاليل، فما نكذبش عليكم كنلقى عندها نقص في الحديد ونقص في فيتامين دي. فبالنسبه للدكتوره اللي هي هذه دكتوره سلمى، اختصاصيه في طب الاطفال، تبارك الله عليها ما شاء الله عليها، معامله، اخلاق، احترام الاطفال. ما نقولش لكم كيفاش انها استقبلتنا، كيفاش يعني كيفاش تعاملت مع بنتي، كيفاش خلات ان بنتي ترتاح نفسيا ليها باش انها تخليها تدوز ليها. فصراحه الله دوزت لها على جميع ما كل في البدن، سواء العينين، النظر، الودنين، الانف. يعني ما نكتبش
عليكم اللي ما خلات حتى شي بلاصه ما دوزت لهاش عليا. وفي الاخير فعلا عطاتني التحاليل اللي انا كنت باغاهم، والتحاليل اللي انا كنت باغا انني ندوز لها عليهم. فالتحاليل صدقوا ان عندها نقص في فيتامين دي. هذاك هو السبب الرئيسي اللي كيخلي لها السينات ديالها كيتسوسوا بواحد السرعه اللي هي كبيره. وعندها نقص في فيتامين ديال الحديد. يعني هادو جوج الحويجات اللي خاصنا ضروري ناكدوا على الوليدات ديالهم واش عندهم نقص فيهم ولا ما عندهمش نقص فيهم. بالنسبه لا فيتامين ديال البنات راه ضروري، ما يمكنش واخا بنتي كتاخذ لو فرomاج، واخا كتاخذ الحليب، واخا كتاخذ مشتقات الحليب، ولكن خاص ضروري مثبت لهذا الفيتامين هذا. اول حاجه اشعه الشمس، لا فيتامين دي كتكون واحد الوقت اللي ما بين 11 ل 3 ديال العشيه. ثاني حاجه اللي هي يعطي يعني واحد القطرات باش كيخلي داك الفيتامين دي اللي كتاكل في الفخوي او اللي كتاكل في مشتقات الحليب باش كيتثبتوا في الجسد ديالها. كان ضروري خاصهم هاد المكمل هادو اللي هما هاد القطرات هادي. فالحمد لله يا ربي دابا ان شاء الله غادي نكمل لها على هاد الدواء ديالها، غنتبع لها التريتمون ديالها. عندها تريتمون ديال 6 موا يعني ديال 6 شهور. فاكيد ان شاء الله باذن الله غادي نتبع لها التريتمون ديالها، وان شاء الله يكون غير الخير. واكيد حتى الحديده البنات، فحتى الحديد كنقولها وكنأكدها لكم، فضروري اللي عندهم فيتامين يعني عندهم نقص في الحديد فكيطيح لهم الشعر بزاف. يعني هذه خاصكم تعرفوها. يعني اي وحده القطره ان الشعر ديالها كيطيح لها بواحد الصعوب، بواحد يعني بواحد الكثره، فتعرف ان عندها نقص في الفيتامين ديال الحديد. دونك ضروري البنات ما تقولوش ان غير الماكله راها كافيانا، ضروري خاصنا مكملات. كاين اللي واخا كياكلوا يعني الدم ديالهم ما كيستجبش لذاك الاكل اللي كياكلوا. دونك ضروري خاصهم مكملات او فيتامينات طبيه اللي تعاونهم على هذا الشيء هذا. فما نكذبش عليكم، انا يعني حاولت انني نشارك معكم هذا، واخا انا نورمالمون ما كنبغيش نشارك معكم هذا الشيء، فقلت علاش ان بزاف ديال الامهات اللي يستافدوا من هذا الشيء اللي انا وقعت فيه. فهذا البنات راه ما كان لا اشهار لا حتى شي حاجه باش نكون واضحه معكم. يعني هذا كان مجرد انني شاركت معكم واحد الحاجه اللي هي كانت ضراني في خاطري كما كنقولوا، فشاركت معكم هاد الطبيبه هذه. وهنايا بالنسبه للطبيب ديال الجلد اللي كان هو واحد الاستقبال ديالو اللي هو رائع ومعامله جد رائعه وماتيريال عنده شي حاجه اللي هي زوينه يا البنات. يعني الحمد لله، يعني عارف كيفاش يتعامل معها، عارف كيفاش يخليها انها يشوف شنو المشكل اللي عندها. فالحمد لله كما قلت لكم حتى هو خرج لها التحاليل ديالها، وخرجوا التحاليل ديالها كما قلت لكم عندها واحد النوع الحساسيه ديال الحيوانات. فخرج لها التريتمون ديالها اللي غادي تتبع ديك التريتمون، وان شاء الله يكون غير. فهادشي اللي كاين البنات. فحاولت نشارك معكم كل شيء، كيفاش دوز هذا النهار هذا ديالي مع وليداتي، كيفاش دوزته في الطبيب. فبزاف ديال الحوايج اللي انا ما كنكونوش دايرينهم في البال ديالنا، ولكن كنقولوا قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله على كل حال يا رب. الحمد لله اللي عندنا الطب، الحمد لله اللي عندنا بزاف ديال الحوايج في البلاد ديالنا، اللي المعامله الحمد لله باقا مزيانه، بزاف ديال الحويجات اللي باقين في البلاد ديالنا اللي فيهم الخير. وهذا المختبر البنات اللي درت عندهم التحاليل حتى هما ما شاء الله عليهم صراحه الله، انا بدون مقابل ما كندير لهم لا اشاره حتى شي حاجه. ولكن ما نكذبش عليكم البنات، انا راه المعامله عندي هي كل شيء. اغلى ما في الدنيا هي المعامله ديال وليداتي. انك كيفاش تعاملي مع الوليدات راه هذيك هي الدنيا وما فيها، كيفاش تخليهم ما يحسوش بالالم هذيك هي الدنيا وما فيها. فريمون ما نكذبش عليكم، يعني حتى هذا المختبر ديال التحليلات اللي عاوني بزاف وخلاها وشجعوها، وزعما تبارك الله عليهم ديك الفرمليات اللي كاينين فيه اللي مختصين في التحاليل، الله يعطيهم الصحه. يعني مش غادي نقول لكم انا فخوره بكم بزاف، وما شاء الله عليكم الطريقه اللي كتعاملوا بها مع الوليدات الصغار، فالله يجازيكم بالخير. واكيد حتى نتوما غادي تلقاو وليداتكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي، لانكم حتى نتوما كتعاملوا مع الاطفال بسلام. ومن بعد البنات فضروري خاصني نبدل شويه ديال الروتين ديال الطبيب، وشويه الروتين ديال ديك ستريس ديال السير واجي. فما نكذبش عليكم، فكي خرجنا مع الطبيبه فكان واحد المحل اللي هو زويون، قلت ندخل نضرب عنده دويره نشوف الا كان عنده شي حويجات. صراحه كنت باغا غير نضرب دويره، تصدقت عليا شحال من حاجه. فهاد المحيبقات هادو فريمون زوين، نتوما عارفين انا عزيز عليا المحيبقات، وكنحماق على شي حاجه سميه شي حاجه لونها خضر، الخضوريه كتعجبني في الدار. خديت هاد المحيبقات هادو ولقيت هاد البلاطويات هادو يعني الاستعمال المنزلي اليومي ديال البلاستيك، فريمون حتى هما زوينين بزاف. انا عاشقه اللون الاسود فاثيروني بزاف صراحه. كانوا شويه مغبرين ولكن عاملين توصلوا ولا فيهم واحد لا كولور اللي بغيون وزويون.
وهاد المول هادي فدائما كانت عاجباني في صراحه، ما بقاتش عندي هاد المول اللي عنده هكا. فلي مول ديالي في صراحه ديك النهار قلت لكم باغا نبدلهم كاملين ان شاء الله باذن الله، حيت ملي كيتكلفوا واحد شويه ما كذبش عليكم ما كيبقاوش عاجبيني، فاكيد فاش غندير فيه شي كيكه غادي نشارك معكم. وهادو ديال اللي كنحطوا عليهم برير الداتاي حتى هما لقيتهم رخاصين وزوينين، 5 ب5 دراهم زوينين. وهاد الفاز هذا اللي هاد الطبيله ديال الكوزينه ما كانش عندي ليها شي فاز، فكنت باغا نشي لها شي حاجه، فحتى هي ملي غادي ندير لها شي حاجه يعني ملي غادي نغرس فيها فاكيد حتى هي غنشاركها معكم. وهنايا ما تخيلوش البنات انا كنحماق على هاد الكافور هذا، كيعجبني نديرو في السدادار في وسط الفراش في وسط. فعرفتي شنو، شكون اللي شافوه هي بنتي ريم قالت لي ماما ها هو اللي كيعجبك. عرفتي ما كنتش لكم لا فرحتني كنلقاه كنفرح حيت قليل فين كنلقاه هنايا. صافي لقيت هاد البطيطات هادو اللي كيديروا فيهم البيض مسلوق هكا، فلقيت غير 5. ما كرهيت نقلب في الكريطونه اللي عنده فما لقيتش، لقيت غير هادو فاكتفيت بهم. وخديت سانسوداين اللي كان كيعجبني بزاف، شحال هادي حتى هو ما استعملته. وهاد ورق السيدر قالوا لي بان زوين بزاف بزاف ديال الحويجات اللي شكروه ليا، فمشيت قلبت عليه حتى هو وخديته. صافي فكانوا المشتريات ديالي شحال اللي هي بسيطه، من غير بدلت داك الروتين ديال الطيور كما قلت لكم. وزدنا الباتيسري انا ولطفي، فكنا صافي يعني عيينا نهار درس طويل، فدزنا الباتيسري خدينا لهم غير بعض الحليوات هكا. هاد البسبوسه هذه ديجا انا كنت درتها وما صورتهاش معكم البنات حيتاش ما كذبش عليكم، الانسان فاش كيكون مستريسي صافي راه ما كيبقاش قادر انه يدير بزاف ديال الحوايج. صافي فهنايا اكتفيت خديت لهم غير واحد هكا دي بتي بان. هادو كيعجبوهم هكا معمرين بالكريم، وخصوصا هاد اللي فيها الشوكولا كيحمقوا عليها وليداتي. فهادشي اللي كاين البنات كنهير ديالي هو هذا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، كنتمنى نكون انني ما كثرتش عليكم بزاف. فكنقول لكم تلاقاو فيديو المقبل ان شاء الله باذن الله. تهلاو ليا.